احسن فراخ بحب ان انا اربيها كده لانتاج البيض. منتجة جدا. لو انت عايزة تذبحي منهم برضو بتدوكي اوزان حلوة. على 3 شهور بتلاقي الديك فايد معاكي، وزن حلو، حجم حلو، وتربيتها سهلة وبسيطة. والشهر ده تربية الفراخ في الشهر ده حلو جدا. في الصيف يعني. ده طبعا الفراخ البلدي المشعر ما شاء الله عليها، انتاجها في البيض بيكون حلو. لو انت جايبه فرخ من الاول خالص نوع حلو مهتميه بيه، اديتله التحصينات بتاعته اللي هي المبدئيه، فخلاص هيبيض معاك بسرعه. اهم حاجه مرحله التاسيس، هو للاتنين، للتسمين وللبيض حلو خالص خالص. طبعا ما شاء الله الفراخ تقريبا كده عمرها النهارده شهر. ف ابتديت ان انا غيرت لهم العلف من 23 ل21%. اهم حاجه يكون العلف نوع واحد علشان ما يحصلش سموم ولا يحصل اي حاجه. طبعا قبلها بيومين بتدي مضاد سموم علشان الفراخ ما تتاثرش بتغيير العلف، سواء مضاد السموم اللي هتشتري من البيطري، او انا ممكن اعمل له كده ايه، احط له خل على الميه لمده يومين ورا بعض. طبعا السقايه دي بتاخد 4 رتل ميه، بحط عليها 4 معالق من الخل يومين ورا بعض. وببتدي بقى ان انا اغير لهم العلف. طبعا بحط نص الكميه علف 21%، والنص التاني 23%. لو كيلو من ده وكيلو من ده يومين ورا بعض كده. وبعد كده بنسحب ال23 نسيب قدامهم بقى اللي هو ال21%، فما بتأثروش طالما الفرخ من الأول خالص نوع حلو ومناعته قوية. ما شاء الله هيكبر معاك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا النهاردة فيديو حلو جدا عن الفراخ البلدي المشعر. طبعا تربيتها حلوة خالص، مناعتها قوية، بتتحمل الحر، الصيف، الشتاء. المهم نوع الفرخ يكون معاكي حلو. والعلف ما تغيريش العلف كل شوية للطيور بتاعتك، هتضمن ان هم يكبروا معاك على طول. وطبعا نوع العلف شيء اساسي في تربية برضو الطيور. انا هنا حطيت النسبتين النهاردة، غيرنا العلف، فحطينا 23 مع 21% علشان الفراخ تاكل. طبعا انا هنا ايه، مقطعه لهم بصلتين كبار كده ورمياهم كده على العلف قدام الفراخ. طبعا لو انت هتحط للطيور بصل في الصيف، اليوم اللي انت هتحط لهم فيه تقوم بدري، يعني من الساعه 6 7 كده الصبح، تبتدي ان انت تحط لهم كده على العلف للفراخ او للبط ايا كان. ما ينفعش ان انت تحط لهم اثناء درجه الحراره ما بتكون عاليه. فانا ابتديت ان انا قمت كده من بدري كده وعملت لهم، قطعت لهم بصل على العلف، وحطيت خله كده على الميه علشان احنا كده ايه غيرنا العلف ليهم. فما شاء الله بسم الله ما شاء الله تربيه الصيف حلوه جدا في ايه، ولا هيحتاجوا دفع ولا هيحتاجوا اي حاجه، وبياكلوا اي حاجه معاكي. يعني بعد كده ان شاء الله هنبتدي ان احنا واحده واحده ندخل كده حاجات بسيطه مع العلف، لان احنا هنا بنأسس للبيض. مرحله ان انت تأسسي حاجه تبيض عندك، فلازم ايه، لازم تغذوهم صح. مش هنمنع العلف طبعا، بس واحده واحده كده ايه مع الخلطات الطبيعيه. هنعمل خلطات لهم في الايام الجايه ان شاء الله باذن الله. يا ريت كده لو انتوا لسه بتشوفوا القناه بتاعتي ولسه ما عملتيش لايك، بسرعه كده تعملي لايك، لان اللايك ده مش هتخسري حاجه، وبيرفع الفيديو وبيشجعنا كده ان احنا نستمر معاكم. اهم حاجه طبعا النظافه اهم حاجه للفراخ. كل يومين كده رش لهم المكان كله جير مطفي، نضفي لهم باستمرار، بحيث ان هم ما ينقروش منها على الارضيه ويحصل لهم اسهالات ولا ديدان ولا اي حاجه. الارضيه ناشفه خالص نظيفه، المكان بتاعك واسع، العلف نوع حلو، هتاخدي احسن واحلى فراخ تربيها. طبعا بالنسبه لانتاج البيض ان شاء الله احنا هنا بنأسسهم للبيض، فلازم نهتم بقى بالخلطات الطبيعيه بالوصفات، بحيث ان هم ايه، لما يجوا لمرحله ان هم يبيضوا معانا بدري، يدوك انتاج عالي كده من البيض. طبعا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الفراخ كلها واحده، طالما انت جايبه فرخ نوعه حلو من مكان معروف،
فهتلاقي فراخ كلها اوزانها واحجامها واحده. انا هنا حاطه لهم السقايه عليها الخل ومجنبه كده السقايه في مكان والعلف بتاعهم في مكان، فهم بياكلوا ما شاء الله. الفراخ بتكون نشيطه بتدور كده على الاكل وعلى الميه. وهتربوهم من غير ما تحسي. يعني الفرخ لما بيكون نوع حلو انت نفسك لما بتيجي تاكلوه وتحط لهم الميه والعلف بتلاقي الفرخ يوم عن يوم حجمه بيزيد ووزنه بيزيد وبيكبر معاك على طول. طبعا احنا هنسيب الدوره دي كده لانتاج البيض ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى ايه؟ ابتديت بقى ان انا بفطرهم دلوقتي. البصل حلو جدا ليهم، لكن بشرط انك انت ايه تستخدميه كده في اول اليوم، يعني من بدري عشان ما يكونش حامي عليهم. ما ينفعش ان انت تحطيه ودرجه الحراره عاليه. طبعا لو جبتي معاكي كام فص من الثوم من بدري كده وقطعتيه ورميتيه كده للفراخ تلقط منه، برضو ده بيكون مضاد حيوي طبيعي حلو جدا ليهم، منشط الفرخ معاكي، بيمنع الامراض، بيخلي الفراخ يعني تكبر معاك على طول. ان شاء الله باذن الله نكمل كده معاكم دوره الفراخ دي. كل ما نبتدي ان احنا نعمل لهم اي حاجه برضو يوم بيوم كده هننزل لكم فيديوهات ليها. بس يا ريت كده ايه ما تنسوش كده لو انتوا لسه معايا لسه موجودين معايا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. حبيت ان انا اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.